اوقات كلمه واحده ممكن تغير التاريخ كله، مش طلقه ولا حرب ولا حتى سباق، مجرد كلمه. الكلمه دي كانت كفيله انها تخلي راجل ناجح عنده شركه بتكسب ملايين يقرر يدخل اخطر منافسه في عالم العربيات. الموضوع ما كانش اثبات قوه ولا كان بحث عن شهره، كان مجرد رد بدا بعربيه فيها مشكله وانتهى بشركه بقت واحده من اكبر منافسين فيراري لحد النهارده. بس الغريب ان القصه اللي اغلب الناس تعرفها ناقصها تفاصيل كتير، وفي تفاصيل تانية اتقالت كتير من غير ما حد يعرف اذا كانت حصلت فعلا ولا لا. فخلينا نرجع لايطاليا قبل ما لامبورجيني يبقى اسم يخوف اي شركه سوبر كار، وقبل ما العالم كله يعرف ان المنافسه دي هتفضل شغاله لاكتر من 60 سنه. بعد ما الحرب العالمية التانية انتهت، إيطاليا كانت بتحاول تقف على رجليها من جديد، وفي الوقت اللي ناس كتير كانت بتدور فيه على شغل كان فيروتشي ولامبورجيني بيدور على فرصة. استغل المعدات العسكرية اللي الحرب سابتها وراها وبدأ يحولها لجرارات تساعد الفلاحين يرجعوا يشوفوا شغلهم من جديد. الفكرة نجحت بشكل محدش كان متوقعه، وخلال كام سنة بس بقى واحد من أنجح رجال الأعمال في إيطاليا. ولما الفلوس بقت موجودة بدأ يعيش حلمه الحقيقي. ما كانش بيشتري عربية علشان شكلها، كان بيشتريها علشان يعرف هي ليه مختلفة عن غيرها، يسوقها ويسمع صوت الموتور ويحكم عليها بنفسه. ومع الوقت جراشه بقى مليان اسامي كبيره، مرسيدس وجاكور ومازيراتي، لكن كان في اسم بالنسبه له ليه هيبه مختلفه، طبعا فيراري. وفي الوقت ده فيراري ما كانتش مجرد شركه عربيات، كانت رمز لايطاليا نفسها. ولو معاك فيراري فانت معاك واحده من افضل العربيات اللي الفلوس تقدر تشتريها. وعشان كده فيروتشي اشترى فيراري 250 جي تي، وكان مقتنع انه اخيرا لقى العربيه اللي ما فيهاش غلطه. لكن بعد فتره من الاستخدام حاجه صغيره بدات تبوظ الصوره كلها، الكلاتش او الدبرياج زي ما احنا بنسميه. كل شويه نفس المشكله ترجع، العربيه تدخل تتصلح وترجع تمشي، وبعدها بفتره قصيره نفس العطل يظهر تاني. اي حد مكانه كان هيودي العربيه التوكيل وخلاص، لكن فيروتشي ما كانش اي حد، هو اصلا كان ميكانيكي قبل ما يبقى رجل اعمال. فقرر يشوف بنفسه المشكله فين، فتح العربيه وفك الدبرياج، وبحسب الروايات التاريخيه اكتشف ان سبب المشكله ما كانش في تصميم العربيه نفسها، لكن كانت في القطعه المستخدمه نفسها. والاغرب من كده انها كانت جايه من نفس المورد اللي كان بيتعامل معاه في صناعه الجرارات بتاعته. غير القطعه بنفسه والعربيه اشتغلت بشكل طبيعي، وهنا كان ممكن القصه تخلص، العربيه اتصلحت والمشكله اتحلت. لكن اللي كان شاغل دماغه ما كانش الكلاتش، كان السؤال ان ازاي شركه بحجم فيراري معاها كل الخبره دي وتسيب مشكله زي دي من غير حل. وفي الاخر قرر انه ما يبعتش حد وما يروحش التوكيل، قرر يروح بنفسه لصاحب الشركه انزو فيراري، الراجل اللي كان وقتها اسمه كفايه يخلي اي شركه في ايطاليا تعمل له 1000 حساب. ويمكن دي كانت اول مره في حياته فيروتشي يدخل اجتماع وهو فاكر انه رايح يحل مشكله، لكن ما كانش يعرف انه خارج من الاجتماع ده حياته كلها هتتغير. ولحد النهارده ما حدش يعرف ايه اللي اتقال جوه المكتب بالحرف، مفيش تسجيل ومفيش ورقه مكتوب فيها الحوار، كل اللي وصلنا هو روايات اتنقلت من شخص للتاني على مدار السنين. لكن رغم اختلاف التفاصيل في نقطه تقريبا كل الروايات اتفقت عليها، ان فيروتشي ما كانش رايح يهاجم فيراري، بالعكس كان رايح بصفته واحد من احسن عملائها، راجل دفع فلوس وساق العربيه وفهم عيبها ولقى ليه حل، وكان شايف ان اللي هيقوله ممكن يفيد الشركه. وبحسب الروايه الاشهر بدا يحكي لانزو عن مشكله الكلاتش، وانه اضطر يصلحها بنفسه، وان عربيه بالمكانه دي تستحق جوده اعلى من كده. لكن انزو فيراري كان ليه شخصيه مختلفه تماما، الراجل ده كان مؤمن ان محدش يعرف عربيات فيراري اكتر منه، وكان معروف عنه انه ما بيحبش حد يقول له يعمل ايه وما يعملش ايه حتى لو كان عميل مهم عنده. ومع الوقت الحوار بدا ياخد اتجاه تاني، بدل ما يبقى نقاش عن تطوير العربيه بقى نقاش عن مين فاهم اكتر. واشهر روايه وصلت لحد النهارده ان انزو انهى الكلام بجمله تركز في صناعه الجرارات وسيب العربيات الرياضيه للي بيفهم فيها. وطبعا فيروتشي خرج من الاجتماع ده وهو حاسس ان رايه اترفض تماما. بس هنا اغلب الناس بتقف ويقول لك اتعصب وقرر يعمل لامبورجيني، لكن الحقيقه الموضوع ما كانش بالبساطه دي، لانك ما تقدرش تصحى الصبح وتقرر تنافس فيراري، خصوصا في الستينات لما فيراري كانت الاسم الاكبر في عالم العربيات السبورت. اي حد مكان فيروتشي وكان ممكن يعتبر اللي حصل مجرد موقف وعدى ويرجع لشغله، لكن هو ما كانش اي حد، هو اصلا كان بنى شركته من الصفر قبل كده، وكان عارف ان اي منتج ناجح بيبدا بسؤال واحد، ايه الحاجه اللي الناس محتاجاها ولسه محدش قدمها بالشكل الصح. ومن هنا بدا يفكر بشكل مختلف، مش ازاي اهزم فيراري، لكن ايه اللي ناقص في عربيات فيراري اصلا. الاجابه بالنسبه له كانت واضحه، فيراري كانت بتعمل عربيات سريعه جدا، لكن كانت خارجه من عقل واحد عايش حياته كلها في السباقات. اما فيروتشيو فكان بيفكر بعقليه العميل، هو مش عايز عربيه تكسب سباق، هو عايز عربيه يقدر يسوقها كل يوم، تكون سريعه ومريحه وفي نفس الوقت ما تحسسكش انها هتعطل منك. ومن اللحظه دي الفكره بقت اكبر من مجرد رد على كلمه، بقت مشروع كامل، مشروع هدفه يثبت فيه ان في طريقه تانية لصناعه العربيات الرياضيه. لكن كان في سؤال اكبر من كل ده، مين هيبني العربيه دي؟ لان فيروتشيو كان عنده الفلوس وعنده الرؤيه، لكن كان محتاج اهم حاجه،
حاجه، وهي العقول اللي تحول الرؤيه دي لحقيقه. وعلشان كده اول حاجه عملها بدا انه يدور على افضل المهندسين في ايطاليا، ومش اي مهندسين، هو كان عايز الناس اللي اشتغلت في القمه اصلا. وفي الوقت ده كان في اسم مستحيل اي حد في عالم العربيات ما يعرفوش، وهو بيزاريني. الراجل ده ما كانش مجرد مهندس، ده واحد من اهم العقول اللي اشتغلت في فيراري، وكان ليه دور كبير في تطوير واحده من اعظم العربيات اللي خرجت من المصنع ده، فيراري 250 جي تي او. لكن زي ناس كتير في الوقت ده بيزاريني خرج من فيراري بعد خلافات كبيره مع انزو، ولما فيروتشي عرف انه متاح ما ضيعش الفرصه، راح له بنفسه وقال له جمله بسيطه جدا: انا عايز ابني افضل عربيه جي تي في العالم. وبدون تردد بيزاريني يوافق. لكن فيروتشي ما كانش بيجمع مهندس واحد، هو كان بيبني فريق كامل. وبعدها انضم باولو دالارا، واحد من اصغر واذكى مهندسين الشاسيه وقتها، وبعدين باولو ستانزاني، وبعدهم بوب والاس كسائق اختبارات. وفجاه الشركه اللي متاسسه من كام شهر بقى فيها فريق شركات كبيره تتمنى تشتغل معاه. لكن كان لسه ناقص اهم قطعه في المشروع كله: الموتور. لان فيروتشي كان مقتنع بحاجه: لو اول عربيه هتنزل باسمه لازم تبقى مختلفه من اول ما تدور المفتاح. وعشان كده طلب من بيزاريني تصميم انجن V12 جديد بالكامل، ومش اي V12، هو كان عايز يبقى افضل موتور يخرج من ايطاليا وقتها، لان كان معروف ساعتها ان ماركه V12 هي فيراري. وبيزاريني عمل اللي محدش توقعه، صمم موتور بعقليه سباقات، لفات عاليه وتصميم هجومي واداء يخلي اي مهندس ينبهر. ولما خلص عرضه على فيروتشي، لكن اللي حصل بعدها ما كانش متوقع. بدل ما فيروتشي يفرح وقف يبص الموتور وقال له: انا مش ببني عربيه سباق. الجمله دي بتوضح الفرق الحقيقي بين الاثنين. انزو فيراري كان شايف ان عربيات الشارع مجرد امتداد لعالم السباقات، اما فيروتشي فكان شايف ان العميل هو اللي لازم يكسب. هو كان عايز عربيه لما تسوقها بسرعه تبتسم، ولما تسافر مئات الكيلومترات تنزل منها مرتاح. وده كان الهدف من اول يوم، مش انه يبني اسرع عربيه في العالم، لكن يبني عربيه كامله. وبعدها بدا الشغل الحقيقي: مصنع جديد، فريق جديد، شركه لسه محدش يعرفها، لكن الطموح كان اكبر بكتير من عمرها. كل يوم كان بيعدي العربيه كانت بتقرب خطوه من انها تشوف النور. وفي سنه 63 الناس اللي كانت فاكره ان فيروتشي بيتكلم وخلاص بدات تستوعب انه كان جد من اول يوم، لان لامبورجيني ظهرت لاول مره قدام العالم. لكن المفاجاه ان اول عربيه طلعت من الشركه ما كانتش موجهه لفيراري بالطريقه اللي الناس متخيلها، وفيروتشي كان لسه مخبي اقوى رد عنده. لكن كان لسه ناقص اهم خطوه: ان العالم كله يشوف هل فيروتشي كان بيتكلم بجد ولا مجرد راجل غني متحمس. وزي ما قلت لكم في سنه 63 لامبورجيني كشفت لاول مره عن النموذج الاولي لللامبورجيني جي تي في 350 في معرض تورينو للعربيات. العربيه شكلها خطف الانظار، لكن الحقيقه ان النموذج نفسه ما كانش جاهز للانتاج، كان اقرب لرساله بتقول احنا وصلنا. وبعدها بفتره قصيره الفريق اشتغل على تعديل كل التفاصيل لحد ما خرجت عربيه كاول انتاج حقيقي من الشركه: لامبورجيني 350 جي تي. ودي كانت اللحظه اللي الناس بدات تاخد لامبورجيني بجد. العربيه كانت سريعه مريحه، وجوده تصنيعها كانت اعلى بكتير مما الناس كانت متوقعاه. والاهم من كل ده انها كانت ماشيه على الفلسفه اللي فيروتشي كان مؤمن بيها من اول يوم. هو عمره ما كان عايز يعمل نسخه من فيراري، هو كان عايز يعمل عربيه لو هو نفسه دخل معرض عربيات واشترى واحده ما يلاقيش فيها العيب اللي يضايقه، وده اللي خلاه مختلف. انزو كان بيبني عربيات بعقليه راجل عاش حياته في السباقات، اما فيروتشي فكان بيبنيها بعقليه العميل اللي هيدفع فلوسه ويسوقها كل يوم. يمكن عشان كده اول لامبورجيني ما كانتش اعلان حرب، كانت اعلان وجود، وكأن الشركه الجديده بتقول للعالم في طريقه تانية لصناعه السوبر كار. لكن الغريب ان الرد الحقيقي من لامبورجيني ما كانش اللامبورجيني 350 جي تي. الرد الحقيقي جه بعد كده بسنين قليله، لما لامبورجيني كشفت عن عربيه غيرت شكل عالم السوبر كار كله: لامبورجيني ميورا. العربيه اللي ناس كتير بتعتبرها اول سوبر كار بالمفهوم الحديث. ومن اللحظه دي المنافسه خرجت من المكاتب ونزلت للطريق، وبدات حرب استمرت لاكتر من 60 سنه ولسه ما خلصتش لحد النهارده. كل موديل جديد من فيراري الناس كانت مستنيه لامبورجيني ترد عليه بايه، وكل عربيه كانت بتنزل من لامبورجيني كانت بتخلي فيراري تفكر ايه الجديد. والغريب ان الحرب دي يمكن عمرها ما كانت هتبدا اصلا لولا مشكله صغيره في قطعه الكلاتش، ولولا راجل بدل ما يقبل الواقع قرر يبني واقع جديد بنفسه. يمكن القصه دي اتقالت 1000 مره، لكن كل مره بنسمعها بنفتكر ان اعظم شركات العربيات في العالم ساعات بدايتها ما تكونش خطه عبقريه، ممكن تبدا بسؤال بسيط او اعتراض محدش اخده بجد، او حتى كلمه غيرت تاريخ صناعه كامله. والغريب ان اغلب الناس لما تسمع القصه دي تفتكر ان السبب كان كلمه قالها انزو فيراري، لكن لو بصيت عليها من زاويه تانية هتكتشف ان الكلمه دي كانت مجرد الشراره، لان فيروتشي لامبورجيني كان بالفعل راجل ناجح وعنده خبره وعنده الفلوس وعنده الشجاعه انه يبدا من الصفر. ولو ما كانش عنده كل ده كان ممكن يسمع نفس الكلمه ويرجع لبيته وتنتهي القصه على كده. وده يمكن اهم درس في الحكايه كلها: مش اي اهانه بتصنع منافس، ومش اي اعتراض بيغير التاريخ. اللي بيغير التاريخ فعلا هو الشخص اللي بيقرر يحول الاحباط لفكره، والفكره لمشروع، والمشروع لحقيقه. والجميل في القصه دي انها بتفكرنا ان تاريخ العربيات مش مجرد ارقام احصنه او ارقام تسارع او توب سبيد. تاريخ العربيات اتكتب باشخاص، بقرارات، واوقات بكلمه واحده. ويمكن الجمله اللي قالها انزو اتقالت فعلا، ويمكن اتنقلت مع السنين واتغيرت تفاصيلها، لكن اللي مفيش
حد يختلف عليه ان النتيجه قدامنا كلنا النهارده. شعار الحصان الجامح والطور اللي مش شايف قدامه، اتنين من اكبر الاسماء في تاريخ العربيات، بدات المنافسه بينهم من لحظه محدش كان يتخيل انها هتعيش لكل السنين دي. في اول الفيديو قلت لك ان كلمه واحده ممكن تغير التاريخ، لكن بعد ما عرفنا القصه كلها اكتشفنا ان الكلمه عمرها ما غيرت اي حاجه. اللي غير التاريخ فعلا كان الراجل اللي رفض يخلي الكلمه دي تبقى اخر السطر.